السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد. النهارده نعمل مع بعض المندي اللذيذ ده. شايفه الفراخ مستويه ازاي؟ شياكه شيك جدا في السفره يا بنات. طعم بقى مش قادره اقول لكم عليه، جربوه ان شاء الله. والرز مفلفل وكل ده صينيه واحده في الفرن. نشتري من بره كتير، تعالوا نشوف هنعمله في البيت ازاي. سهل وبسيط جدا يا بنات. يلا معايا كده تجيب بهارات المندي معلقتين كبار، معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة سكر، وقعاية بودرة زعفران معلقة صغيرة مدوبهم في معلقتين مية. نجيب بقى 6 أوراق كده غسلهم غسلة الحلوة بتاعتنا، ملح والليمون والخل والدقيق، صفيهم كويس وابتدي اعمل فيهم فتحات كده. ابتدي بقى همسك كده هدبل الفراخ دي معانا ازاي. دي بودرة الزعفران مدوباها في المية، وهنزل بالبهارات المندي بتجيبها من العطار في اكياس جاهزة، تحفة اوي يعني. سهلة البهارات دي مش معقدة، هنلاقيها. ده الملح والسكر بتاعي. هبتدي امسك كده الوراك بتاعتي، هتبلها كده من جوه ومن بره ومن تحت الجلد، تشرب من التتبيلة دي كلها. هسيب الكلام ده كله يقعد ساعتين كده. تمام معايا؟ شايف التتبيلة ازاي؟ ابتدي اتبل كله. ريحتها بقى التوابل بتاعت المندي دي بقى مش قادرة اقول لكم جميلة ازاي. شوف اهي، في اي حاجة كده اهو. سيبها بقى ساعتين. رجعنا بعد الساعتين نبتدي بقى نعمل الرز بتاعنا. دول 3 كوبايات رز بسمتي، غسلاهم ومصفيهم كويس. هبتدي هنزل كده اوزعها في الصينيه دي، انا هدخلها الفرن. ابتدي بقى هنزل دي معلقتين كبار بهارات المندي، بعديها هحط بودره الزعفران دي بقيتها، ودي معلقه ملح صغيره عشان معايا شوربه. ده 2 ليموني جاف وورق لورو، ومعايا عود قرفه سيجار، وشويه حبان وشويه قرنفل، معلقتين سمنه ومعلقه زيت. نزلت بقى بالشوربه بتاعتي. دي 6 كوبايات شوربه. هبتدي اوزع كل ده، هيستوي معايا وهيبقى زي الفل. دي بصلايه و3 فصوص توم، كل ده مع بعض في صينيه واحده يا بنات. مفيش اي اسهل من كده. ده قرن فلفل بيدي ريحه طعم حلو قوي. ابتدي بقى اجيب الفويل، هغطي كده، ما خليش اي هواء ولا اي بخار يخرج. عملت 2 غلفتهم كده. هجيب بقى سكينه وابتدي اخرم زي مصفى كده، عشان البخار ده بقى يطلع هو اللي يسوي الفراخ. هو ده بقى المندي. ندفع فيه فلوس كتير الصراحة بره، لا هنعمله ببيت، طريقة بسيطة نضيفة وطعم مضمون، النتيجة روعة. ابتدي ارص بقى الوراك بتاعتي. ممكن فرخة كاملة وتقطعيها، لحمة مرة ان شاء الله هنعمله مع بعض اللحمة. ده بقى ورقة الصوص تتبيلة. جيب ورقة زبدة كده، وهنزل بورقة فويل، هقفل جامد، مولعة الفرن بتاعي. هيقعد في الفرن بالظبط ساعة. هدخله الفرن في الرف الوسطاني، يقعد ساعة بالظبط، ممكن من ساعة لساعة ونص حسب الافران. بصي بقى استوت ازاي الفراخ معايا، طعمها وريحتها تحفة. دي معلقة باربيكيو صوص، مش بتحبيه حطي معلقة كاتشب ندهن الوش. جيب بودرة الزعفران وندهنه برضو بشوية مية كده. هدخلها تحت الشواية، الوش هيحمر. بصوا الجمال بقى، الريحة بقى مش قادرة اقول لكم. ابتدي بقى هشيل ده كله. شوف بقى الرز، نفتحه مع بعض كده ونشوف النتيجة. بصي بقى الرز لسه فاتحه معاكم حالا. شايف الجمال؟ شايفه الرز مفلفل ازاي ومستوي وشارب كل حاجته، طعمه تحفه. ابتدي بقى هلم بقى الليمون المجفف، ورق اللورو، القرفه السيجار، الفلفل. شيل الحبان اللي ممكن نسيبه عادي، بس الناس ما بتحبوش. شايفه مش لازق ازاي في الصينيه، مستوي زي الفل. هرجع الفراخ تاني. نجيب بقى فحمايه بقى عشان عايزين بقى طعم الفحم، عشان ده بقى مندي بقى، لازم له بقى الفحمايه. نعمله في البيت بقى للتكاليف والطعم والنظافه بقى مش قادره اقول لكم. نقطه زيت اطفي بيها فحمايه، اغطي. يا سلام على الريحه، ابو شقره في البيت. تعالوا بقى نقدمه مع بعض. شايفه الجمال؟ شويه بقدونس، عندك شويه مكسرات حطيهم. بصي الفراخ مستويه ازاي،
طعم تحفة، الرز مستوي ومفلفل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وعشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.